السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني ورجعت لكم بوصفة جميلة مصرية أصيلة، المحشي. محشي ورق العنب ومحشي الكوسة. في ناس بيقولوا عليه الدولمة برضو، احنا في مصر بنسميه المحشي. المهم، محشي ورق العنب من الأكلات الجميلة اللي دايما بتبقى يعني مميزة على سفرتنا في رمضان. النهاردة انا جبت الكوسة، قطعتها من النص. احنا عندنا في كوسة نوعين، الفاتحة اللي زي اللي هي في مصر اللي بتبقى كيارة، وفي الغامقة دي، بس انا ما لقيتش النهاردة الفاتحة فجبت الغامقة وقشرتها كده، عملتها خطوط طولية وقورتها كويس وقطعتها من النص اتنين علشان كان حجمها كبير. فمبدئيا كده طبعا لو في كوسة صغننة واللي هي الفاتحة بتبقى طبعا احلى كمان من دي. والمحشي ورق العنب جبت نوع اسمه الطبيعة، جايباه من جزارة من محلات جزارة المغربيين، موجود عندهم. انا جبته اللي هو معمول في محلول مية كده وملح. انا شطفته وحطيته في مية نظيفة وعصرت عليه نص ليمونة زي ما انتي شايفة، انا اللي حاطه عليه المية ونص الليمونة دي. وهنا معايا 3 بصلات كبار، ومعايا قرن فلفل مفروم في الكبة، ومعايا فصين توم. كل ده انا فرمته في الكبة ونزلته هنا. ومبدئيا برضو عايزة اقول ان محشي ورق العنب ممكن تعمليه برز بس وبصل وخضرة، بس انا الصراحة بحب فيه اللحمة المفرومة، بتديله طعم كده جامد قوي وبيبقى بصراحة روعة. عايزة تعمليه برز وبصل وخضرة بس وطماطم مفيش مشكلة، لكن انا هعمله بسيط ولحمة مفرومة. يعني هعمل النص بالنص، هحط كوبايتين رز عليهم حوالي نص كيلو لحمة مفرومة. واهم حاجة بقى ملك الحلقة في محشي ورق العنب، وخصوصا اللي باللحمة، لازم تكون الخضرة كتير. انا معايا هنا كزبرة وبقدونس، غسلاهم ومصفياهم وقطعتهم. هقلب الكلام الجامد ده كله مع بعضه لغاية ما تمتزج الخضرة مع البصل مع اللحمة المفرومة مع الرز. هنا قلبت الكلام ده كله، الخضرة طبعا كده كده لما بتتقلب بتهبط عادي. وهنا معايا معلقة ملح، طبعا على قد كمية الرز واللحمة المفرومة، معلقة ملح مليانة شوية. وفلفل اسود، وكتري بقى الفلفل الاسود لانه الفلفل الاسود هو الاساس في المحشي المصري. في ناس بيحطوا عليها 7 بهارات وبيحطوا عليها كركم، بيحطوا قصدي عليها بابريكا، بس انا الصراحة بحب فيها فلفل اسود وبودرة الثوم. ومش هضيف بودرة الثوم دلوقتي، هضيفها في الاخر وانا بعمل التشريبة بتاعة المحشي. المهم انا نزلت بملح وفلفل. عايزة تحطي مكعب مرقة مفيش مشكلة. عايزة تحطي في الخطوة دي 3 معالق دبس رمان برضو مفيش مشكلة، في ناس بيعملوه بدبس الرمان واخواتنا في الدول العربية بيعملوه بدبس الرمان. بس هي انت لو عايزه طريقه المحشي الاصليه اللي هي المصريه، بيتعمل ممكن تعصري بس على ورق العنب ليمون، وبتحطي في قعر الصينيه ليمون متقطع شرايح، وبس كده هو خلاص بيبقى كده متظبط. وهو ده طريقه المحشي الاصليه عندنا في مصر. حطيت هنا البصل، قلت فصين الثوم في الاول وقرن الفلفل، ونزلت بالخضره واللحمه قد الرز. وهنا حطيت معلقتين صلصة ونزلت بملح وفلفل، وهحط معلقة كمان. ونزلت بزيت زيتون الخطوة دي وانا بتكلم، ما قلتلكوش عليها، نزلت بزيت زيتون وهحط معلقة زيت ذرة، يبقى معلقتين او 3 زيت زيتون ومعلقة زيت ذرة. هحط معلقة صلصة كمان. انا مش هكتر صلصة يا جماعة لان هي معتمدة على الخلطة دي، بتبقى مختلفة شوية عن خلطة المحشي اللي بتتعمل بالرز. بتاعة الرز بتكتري الصلصة اكتر من كده بكتير، وبتحطي فيها كمان طماطم، عصير طماطم. لكن هنا انا هعملها باللحمه المفرومه، فانا مش هكتر فيها الطماطم. الوصفه دي ما بتتحطش فيها صلصه طماطم كتير، يعني 3 معالق كده كبار وبس. لو صلصه اللي هي المعجون الطماطم هتحطي معلقتين صلصه من معجون الطماطم وتقلبيها على الخليط وبس. هنا في طريقتين لللف، تفرديها كده على ستاند، وسهله مفيش اسهل من كده. هقولك الطريقه دي والطريقه الاسهل لك اعمليها. تجيبي الورقه وطبعا الورقه الناعمه من بره والخشنه من جوه. انت هتحطي الرز على الطبقه الخشنه، هتحطي هنا كميه الرز اللي هي المظبوطه، تقفلي يمين وشمال وتفردي الورقه كويس معاكي، وبعدين تنزلي هنا عليها تلفيها تعمليها رول واحد، بالراحه بالراحه واحد اهي اتلفت من غير اي صعوبه ولا حاجه. صوبع ورق عنب روعه مظبوط.
عايزة تعمليها تتلف بايديكي ممكن تلفيها برضو بايديكي عادي، هوريكي تتلف بالايد ازاي من غير ولا تحطيها على ستاند ولا حاجة. في كلا الحالتين هتطلع معاكي ناجحة وسهلة وسريعة مفيهاش اي حاجة. كنت عايزة اقولك واحدة كوسة، طبعا الكوسة سهلة في الحشو، طبعا احنا عارفين بنحشيها ازاي. بقولك هنا تسيبي ايه مسافة كده صغيرة عشان الرز ياخد راحته لما يجي يطلع، ما يطلعش بره الكوسة قوي، وكمان عشان يستوى. هنا انا هعمل واحدة على ايديا، هوريكي بحطها ازاي. بحط حبة خلطة محشي ورق عنب كده، وهقفلها يمين وهقفلها شمال زي ما عملت التانية بالظبط، بس هنا على ايدي. وعلى فكرة في الايد برضو سهلة قوي، انا عن نفسي بعملها على ايديا على طول، اسهل كمان من الستاند. بس لو انتي عايزة تعمليها على ستاند على راحتك. بصي ورق العنب اهو. هعمل بقى الكمية كلها وبعدين هوريها لك اما اخلص. هعمل لك واحده كمان يا ستي، ده انا النهارده اهو عملت لكم كذا واحده اهو عشان اوريكي برضه على ايدي. بوريكي انها مفيش اسهل من كده، اللف في الايد كمان يا جماعه والله اسهل، انا بحبها بلفها على ايدي اسهل بكتير. هنا انا عندي حله اللي هي بتسوي فيها الرز واللحمه بالكهرباء بيتحط فيها، بتسوي فيها الرز، بتسوي فيها اللحمه، بتسوي فيها الفراخ، بتسوي فيها كل حاجه، تعملي فيها الكبسه. المهم انا هسوي فيها محشي ورق العنب، والكوسه هحطها في الصينيه. بقولك انا هنا حطيت ليمون، شرايح ليمون، وهرص بقى ورق العنب بالطريقه اللي انا عملتها وخلصتها. هنا معايا لو عندك شوربه حطي شوربه، ما عندكيش شوربه استخدمي ميه وتنزلي عليهم بعصير الطماطم، حوالي نص كوبايه من عصير الطماطم. عشان كده انا قلت كمان ما بنكترش في الخلطه، كده كده انت هتزقي في الاخر. وحطيت معلقه بودره ثوم، يعني حطيت على وملح. يبقى انا حطيت على التشريبه شوربه، حوالي كوبايه صلصه، معلقه بودره ثوم، ملح. والقرار برضو يرجع لك، ما عندكيش شوربه حطي مرقه دجاج، ما عندكيش مرقه دجاج اعمليها بميه، هي اصلا فيها لحمه مفرومه فكده كده هتطلع طعمها روعه. حطيت هنا زبده على ورق العنب، وحطيت قطعتين زبده برضو على، عشان كده انا ما حطيتش زبده في الخليط، حطيت زيت بس واكتفيت بالزيت. وحزقيها بقى تكون التشريبه سخنت معايا، حزقيها بالتشريبه هنا، وحزقي برضو هنا كده. بقولك كميه مناسبه، مش هتمليها طبعا للحافة لانها الكوسة بتنزل سوائل كتير. وورق العنب في الحلة الكهرباء مش بياخد مية كتير، ياخد مية حاجة يعني اقل كمان من صباعين، يعني صباعين تحت ما بيبقاش فيهم مية. لو طبعا في الحلة العادية هيبقى فيه صباع واحد بس هو اللي مش طايله مية، وبقية الحلة مليانة مية، مية اللي هي السوائل قصدي، او التشريبة، يعني بتكلم عن التشريبة بس. وهغطيها هنا. بوريكي هنا المكنه اللي هسوي فيها، هي دي مكنه الرز، وبسوي فيها ممكن كمان اللحوم، الفراخ. انا بظبط بوريكي هنا بتشتغل ازاي. دوست على الستارت، وهنا في عندي زرار اسمه المنيو، بتنزلي تجيبي المنيو، يعني تشوفي انت هتسوي ايه. في عندك رز عادي، في رز اكسبريسو، في بعد كده بولو، في حاجات كتيره. انا هنزل على الرز الاكسبريسو اللي هو بيسوي الرز سريع. وهنا خلاص انا دوست خلصت خلاص، هي بقى تشتغل لوحدها. انا ظبطته عليها وهدوس ستارت بس كده، هي هتشتغل، هتفضل تعد بقى مع نفسها لحد ما يستوي. اخدت معايا 30 دقيقة وكان مستوي المحشي وطالع روعة يا جماعة، مفيش ولا واحدة فكت ولا واحدة. طريقة اللف دي سواء كده بايديكي او سواء على الستاند مش هيلف، مش هيفك منك، مش هيطلع منه الخلطة، هيستوى كله كويس قوي. ونوعه الورق العنب ده يا جماعة جميل قوي، اسمه الطبيعة، جربيه احسن من الورق العنب المجمد في الفريزر. والكوسة جامدة جدا، طلعت روعة. وكان عندي قرن فلفل حشيته كمان، كان فاضل حبة من الخلطة فروحت حطاه يزين كمان الطبق. لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبنا بيتي.